السلام عليكم حباباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير. وقبل ما نبدا معكم الفيديو ديال اليوم كنبغي نشكر الناس اللي انضموا عندي للقناه، كنقول لهم مرحبا بكم والف مرحبا. وكنبغي نشكر الناس اللي اول ما بديت في القناه هما داعميني ومسانديني، كنقول لهم شكرا لدعمكم ليا، شكرا لاستمراركم معايا. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هذا الروتين كله طاقه ايجابيه. المهم البنات، انا شاركت في واحد الشركه سميتها ماي واي، شركة إسلامية دخلت المغرب هذه 7 سنين، كدير مواد تجميل، مواد تنظيف، وكدير حتى الأواني، ومؤخرا غتولي دير حتى الملابس. المهم البنات، هاد الشركة كتقدروا تخدموا فيها، كيولي عندكم مدخول شهري من الناس اللي كتدخلوا لهاد الشركه. المهم هاد الشركه كتصاوب لكم واحد لوليان، كتولوا تبارطاجيو مع الناس اللي كتعرفوا، كتبارطاجيو في الفيسبوك، وقد ما دخلتوا الناس قد ما النقاط ديالكم كيتزادوا في هاد الشركه، وكيولي عندكم مدخول شهري غير من هادوك الناس اللي كتدخلوا. بطبيعه الحال هادوك الناس اللي دخلتو حتى هما خاصهم يدخلوا الناس. هاد الشركه ما عندهاش شي شروط، ماشي بالضروره تخرجي كوموند كل شهر، ماشي بالضروره تاخدي كوموند. المهم هاد الشركه مهتمه غير بالاشهار، قد ما بارطاجيتي اللوليان ديالها ودخلوا الناس قد ما حتى انت عندك ارباح، ويمكن تولي عندك خلصه شهريه تخلصي كل شهر. وبالنسبه الى خديتي شي منتوج من هاد الشركه كتاخديه بثمن اقل من الثمن اللي كاين في الكتالوج، وكتبيعيه بالثمن اللي كاين في الكتالوج. المهم البنات، اللي مهتمه بهذا الموضوع غادي نخلي لكم الرقم ديالي في صندوق الوصف، اللي بغات تواصل معايا غنخلي لكم في صندوق الوصف، واللي بغات اي معلومه بخصوص الشركه مرحبا والف مرحبا. المهم البنات، هاد الشركه كتعاونكم بطبله وجوج كراسه وفيترينا بالنسبه اللي بغى يبدا شي مشروع صغير. حنا البنات من بعد ما غسلت الريدو، المهم شراجه من ديتهم الحمام باش نغسلهم. هنايا غنحاول نمسح الغبره اللي كاين تحت من السدادر، وهنايا درت اورو واحد هذاك ديال الحشرات درتو تحت من السدادر. الا كان شي حشره ولا شي حاجه تموت، ما تبقاش ليا تحت من السدادر. هنايا كنشم هذيك الريحه كتموت. هنايا كيرجع ليا الشجر المزهره، الله يخليه ليا، كيعاوني فما كنبغي نخمل كيجي كيهز عليا الثقل والحاجه الصعيبه، الله يحفظه ليا يا ربي. المهم هنايا بديت كنجفف، حيت كنت يلاه خملت الصالون وبغيت غير نمسح الشرجم بصح وليت كنخمل في الصالون. المهم هنايا كنحاول نكمل التفريشه ديال الصالون، ومن بعد غادي نمشي نوصل الشرجم كيف ما قلت لكم، حيدته وغادي نوصلو في الحمام، ومن بعد غادي نمشيو باش تحضروا معايا الغدا. هنايا الحاجه الوحيده اللي كنرتاح فيها هي ما بغيتش نغسلو في داك سميتو، ونبدا في الماء غادي يكرفس ليا الدنيا. قلت من الاحسن انني نحيدو. المهم عاوني خويا باش حيدتو وصلتو، وهي راني غادي نغسلو وغادي نرجعو لبلاصتو، نخليه حتى ينشف ونرجعو لبلاصتو نركبو، وغادي نمشيو معايا باش نحضر الغدا. المهم البنات هنايا كنقطع في الفريت. المهم غادي نقول لكم واحد الطريقه زوينه باش تحضروا الفريت. المهم الفريت في الفران، ماشي كاع في المقليات، بكثرة ما هاد الصيف والحال سخون ولينا كناكلو المقليات بزاف. قلت علاش ما نجربش في الفران، وجات واعره البنات. غنوريكم واحد الطريقه متميزه. المهم البنات، من بعد ما غسلت الفريت ديالي درت هنا واحد الكاسرونه عندي كبيره اللي غادي تهز ليا الكميه اللي عندي، ودرت الماء ودرت شويه الخل وشويه ديال الملح، وغادي نديرها طيب
نص طيب غادي يبدا يدخل فيها الطياب ماشي بحال اللي غادي تقليها، يعني هاد المره غديرها في الفرن. وهنايا خديت الدنجال، المهم الزعلوك كيجي كتر من رائع البنات، كيجي واعر. هنايا الدنجال نقول لكم سلقته شويتو شويه هنا الدنجال، شويه فلفله ومطيشه حيت لا الزريعه ديالها ونقيتها. المهم باش ما نطولش عليكم الفيديو، الزعلوك بكثرة ما كيعجبني وليت كنبارطاجيه معكم بجميع الطرق. هنايا نحاول ندير معاه فلفله ومطيشه، في الفيديو السابق درت معاه مطيشه، ولكن البنات كيجي زوين. تقدروا ديروا معاه فلفله ولا مطيشه ولا بجوجهم فلفله ومطيشه، كيجي الشكل ديالهم رائع، المذاق ولا اروع. بعدا انا مني النهار اللي كنديرو بعدا ما كيبقاش نهائيا، الدومه ديك الاخرى ما كتبقاش. هنا الفلفله مشويه حتى هي وصافي. من بعد غادي نديرهم يطيبوا، واخا مشويين كنعطيهم طياب فوق البوطه باش كيجي داك الزعلوك معلك، كيجي زوين ولذيذ. واحد جوج ثلاثة، واحد جوج ثلاثة، أربعة، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، عشرة. وهنا البنات المقله راهي درت فيها فلفله مطيشه والدنجال. وهنايا خديت ديك سميتو، كانوا عندي واحد الفخاد ديال البيبي وزدت عليهم صدر ديال الدجاج. وهنايا غندير لهم الشرموله، غندير شويه الملحه، شويه الكمون، شويه ديال القزبر، كنجبير، المهم عطريه ديال الدجاج، شويه الخرقوم. المهم اللي عنده حتى سميتو لا موطارد يمكن يضيفو، ولا بالنسبه لما كانوش غياكلوا معاكم الولد الزيت الصغار يمكن ديروا شويه الفلفله حمراء حتى هي كيجي المذاق ديالها زوين. وانا غندير زيت العود وشويه ديال السمن، كيعطي مذاق زوين لهاد البيبي ديالكم ولا الدجاج. المهم انا خلطت بين البيبي والصدر ديال الدجاج. المهم مع هاد الجو ديال الصيف والحال سخون، يعني الواحد ما كيقدرش على الطاجين، راكم عارفين. قلت من الاحسن نديرو بحال هكا قطيبات ديال البيبي والصدر ديال الدجاج، ولا جاو زوينين البنات. المهم هنايا الصدر ديال البيبي ولا ديال الدجاج الا بغيتوه ما يجيش ناشف، حاولوا الا كانت عندكم الشحمه ديال بولفيف تحاولوا انكم تدلووه فيها، يعني ما كيجيش ناشف نهائيا. هنايا خديت القضبان ديال العود، كانوا عندي قراب، قلت من الاحسن ما نجبد هذوك الاخرين ديال اينوكس. هنايا كنحاول ندير الدجاج ولا البيبي، ما عقلتش كاع ديك الساعه راني كنهزو كنحط كلشي مخلط. وكندير فلفله حتى هي كتعطي مذاق زوين، وحتى الشكل كيجي زوين. كنعمرهم كاملين ومن بعد حسن هو اللي كيشد شويه ديال الضو. انا صراحه عندي فوبيا من الضو، كنخاف من الضو حيت فايت ضاربني الضو من الحيط حتى الحيط، ما نكذبش عليكم. يعني راني كنخاف من الضو بزاف، شويه ديال الضو حسن اللي كيتكلف بها. انا ولهنا البنات البطاطا ديالي من بعد ما بدا كيطيف، بدات كيدخل ليها الطياب، ماشي زعما خليتها نص، ماشي درت لها نص سلقه، خليتها اكثر من نص سلقه حتى بدا كيدخل فيها الطيب. حيت غادي ندخلها الفران، غادي يتحمر وغادي نخرجها. يعني هنايا غادي نحاول نوزعها، غادي نحاول بحال غندير النص فيه فلفله حاره والنص غنخليه نورمال، حيت بنتي ما كتاكلش الحار مازال صغيره. غادي ندير النص فيه فلفله حاره بودره، والنص غنخليه نورمال. وهنا البنات غادي ندير شويه ديال الزيت باش يساعدها تجي محمره. وغادي هذيك الجهه اللي فيها الفلفله حاره
غادي ندير ليه الفرماج. بنتي مكتبغيش فرماج واحد شويه غنخلي لها بلا فرماج صافي، وغادي ندخلها الفران. والله الا البنات انا قبل يلا خرجتها من الفران كنقول بنتي غير تسني حتى نوري للمشاهدين الشكل ديالها كيفاش ولا. والو قالت لي حقي انا عطيه ليا ودبري راسك. انا غادي نصور لكم غير الجهه اللي ما فيهاش الحار، الجهه الاخرى كانت بنتي ما جيت نقاد ونحط ونوجد لقيتها صافي سارت ما بغات في الفريت. هنايا كيف ما كنلاحظوا درت انا واحد الطرف ديال الحوت اللي وسطي ما كتاكلش الدجاج ما كتاكلش بيبي كيتشوى، وهنايا راه القضبان ديال البيبي والدجاج كيتشويو. انا هنا خليت حسنين اللي قبل داكشي ومشيت نغسل الماعن اللي رونت باش ما نطولش عليكم الفيديو. ما بغيتش نصور لكم يعني وانا كنغسل في الماعن صافي. من بعد هذا هو الشكل النهائي ديال الغديوه ديالنا. المهم هنايا الفريت الزعلوك والعصير. المهم عصير فيتا مشاركه معكم هو المونك مع الماء، والفريت الحار. الفريت بعدا اللي ما فيهش الحار بنتي راه كالتو، والمشاوي ديال القطبان ديال الدجاج والبيبي. وكنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم، والسلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.